فطار ايه النهارده يا سوسو؟ جمعه مباركه علينا وعليك، ربنا يكرمك يا رب. اول حاجه يا امك تخش الجنه تصلي على النبي، عشان في موضوع عاوز اتكلم فيه. انا عامل سندوتش لانشون يابا حلال بشويه قشطه بط وهاكل. المهربين المهربين اللي بياخدوا 350 الف جنيه من عياله يودوهم ليبيا وبعد كده يموتوا، حسب الله ونعم الوكيل فيكم. جهنم وبئس المصير. هتقول له ما فيش حد ضربهم على ايده؟ لا، العيال من كتر الظروف ومن كتر الضغط اللي عليها بتعوز تسافر، وانت طبعا بتلم من كل واحد فيهم 350 الف جنيه وبتهيأله ببحر طحينه، ويروح الواد يتحط في مركب 4 متر 50 60 واحد، والمركب ما بتشيلش الا 4، ورموهم في البحر. حابب اقول لك ان انت تحاسب يوم القيامه، والشباب اللي بتدفع 350 الف جنيه عشان تروح ليبيا انت بتدفع شهاده وفاتك. اقسم بالله 90% من اللي بيجوا دلوقتي ميتين في مركبين غيرهم الشهر ده. فعشان ما تحرقش قلب اهلك ولا قلب امك عليك، بلاش اجري غير شرعيه. المهربين دي بتبقى عباره عن شياطين على هيئه بشر، بيقول لك حتى 350 الف جنيه والرحله مضمونه وهتخش، وبتيجي تترمي زي الخروف. وغير كده في شباب مفقوده في ليبيا كتير قبل ما تركب بحر اصلا، موجوده في سجن بئر غنم. فبلاش تحرق قلب اهلك عليك يا صاحبي.